دي نفس المكنه اللي كسرت الدنيا قبل كده، بس دلوقتي بقت اخطر من الاول. فاكرين المكنه دي كانت عامله ترند قبل كده عندنا، بس صاحبها رجع لنا تاني وقال عايزها اشد من الاول. وفعلا بدأنا نزود شوية لمسات جديدة وإضاءة أقوى من الأول، تفاصيل في الفينش تخلي شكلها أهدى وأقوى في نفس الوقت. كل تفصيلة هنا معمول حسابها، من رصة الجرايات، من الإضاءة اللي متوزعة على المكنة كلها في الأماكن الصح، والألوان الموحدة كلها اللي نقلة المكنة في حتة تانية خالص. هنا بقى دلوقتي احنا بنوريكم التفاصيل واحنا بنعمل نص الجرايات نص اخضر ونص ابيض زي ما هو، عشان خاطر تكون ماشيه مع اللقطات الخضراء اللي في المكنه والاضاءه الخضراء اللي موحده على المكنه كلها. التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا يا جماعه، بتخلي المكنه كلها في حته تانية. ولو هنلاحظ بقى اليافطه اللي بتركب جنب الرفرف برضو باللون الاخضر، وهنلاحظ كل تفصيله احنا عاملينها في المكنه هي باللون الاخضر عشان خاطر تبقى الالوان موحده وتظهر معانا المكنه وتخليها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا المكنه زاد فيها عدد جرايات تاني، وبرضو مش الفكره انك تركب جرايات وخلاص، لا انت تركب جرايات بس اهم شيء تكون راكبه في مكانها الصح، مش ترمي اضاءه وخلاص، لا انت بتعمل كل تفصيله في مكانها المظبوط عشان توصل في الاخر للشكل اللي يخطف عينك ده. بص وركز بقى كده على الموتور وعلى اللقطات اللي على علبة الجنزير وعلى اللقطات البسيطة اللي متوزعة في مكانها. هنا برضو حتى الجرايات اللي راكبة على الحديد بتاع الشكمان برضو ما سيبناهاش، كل جراية في المكنة اتعملت بنفس تقسيمة الألوان عشان خاطر تكون كلها موحدة مع بعض. بص كده واتفرج على التفاصيل الصغيرة دي اللي بتفرق جدا في مكانتك. وهنا بقى هنبدأ نتفرج على الجزء الخلفي للمكنة زي ما انت ما شايف كده قدامك. وطبعا انا مش عايزك تنسى حاجة مهمة جدا، ان كل الشغل اللي احنا عملناه ده قبل ما نعمله طبقة حماية كاملة راكبة على المكنة، ودي اهم حاجة انت تعملها في مكانتك وانا بأكد عليها في كل فيديو علشان مكانتك تحافظ عليها من الخربشة من بهتان اللون وتعيش معاك فترة اطول بدون اي مشاكل. وهنا بقى احنا هنعمل فيديو من المحل، يلا نتفرج عليه سوا كده مع بعض. تعالى يا جمال، تعالى. بص انا عامل لك مفاجأة، تعالى نخش نشوف ايه المفاجأة. يلا كده تعالى، عايزك بس اول حاجة تصلي على النبي كده. تعالى لي كده يا جمال، تعالى لي كده. قدم بقى هنا كده وخش فرج الناس على الوحش اللي قدامك ده كده. قدم كده يا جمال، قدم كده. انا عايزك بقى تجيب لي كل تفصيلة في المكنة كده. قدم كده عليها، قدم كده. المكنة دي كنا نزلناها قبل كده يا صاصة صح؟ وطلعت ترند صح؟ تعالى بقى نشوف شوية اللقطات والحاجات الجديدة اللي حصلت فيها. تعالى كده قدم على الكساحة كده اللي تحت، قدم كده عليها، قدم كده على الجرايات اللي راكبة في اللجنات دي، قدم كده وحط التفاصيل بتاعتها كده كلها. والنتيجة قدامكم، نفس المكنة اللي كانت ترند بس دلوقتي بقت نسخة اخطر بكتير. وهنا بقى هنتفرج سوا مع بعض على التعديلات اللي احنا عملناها. احنا ركبنا النجوم زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا خلاف الزراير قبل كده النجوم بقت اشيك، كمان عدلنا شكل الزراير اللي قدام زي ما انتم ما شايفين كده عشان تبقى تكون باللون الذهبي، وكمان كلمة هوجن عدلناها باللون الذهبي عشان تكون ماشية اكتر مع الفينش ومع اللقطات الذهبي اللي متوزعة على المكنة كلها زي ما انت ما شايف كده. لو هتلاحظ وتركز معايا هتلاقي ان كل تفصيلة بنعملها بتكمل التفصيلة التانية. وطبعا اللي حابب يعمل مكانته يقدر يجي ينورنا في المكان ونعمل له مكانته بالشكل اللي يميز المكنه واللي يكون ماشي معاها. وكمان احنا متاح عندنا شحن جميع المحافظات، فباذن الله نقدر نجهز لك طقم الصاج بتاعك بالفينش بتاعه ونبعت لك الشده كامله تجي لك بس على التقفيل مش اكتر. وهنا بقى انا بوريك كل تفصيلة في المكنة عشان لما تحب تعمل مكانتك او عجبتك لقطة معينة في المكنة دي وحابب تعمل زيها تبقى انت عارف هتعمل ايه بالظبط. وكمان تقولوا لي رأيكم في كلمة هوجن اللي عدلناها دي، كده احسن ولا الاول كانت احسن؟ وهنا بقى كده انت لازم تكون عارف ان التفاصيل الصغيرة دي بتفرق جدا 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 في مكانتك، وخصوصا لما تكون كل تفصيلة بتتعمل في مكانها. وهنا بقى بدأنا نركب النيكل بتاع الكتل عشان خاطر تكون المكنة كلها فيها نواكل وتكون المكنة كلها ماشية مع بعض. قولوا لي رأيكم بقى،
النسخة القديمة كانت أحلى ولا التعديل الجديد يكسب؟ مستني رأيكم في الكومنتات، واللي شايف إن المكنة دي ناقصها حاجة يكتبها لنا في الكومنتات.